مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع. يا جماعة كما رانا نشوفوا هذا هو عبد الملك سلال ينزل من الطائرة خاصة مع زوجته. عبد الملك سلال واحد من المخربين الأساسيين للاقتصاد الجزائري، كان يلعب رقم 9 في السياسة الجزائرية. لكن ما نخافوش، راه جاي لفرنسا سيدفع الثمن هنا إن شاء الله. كما رانا نشوفوا لا رقابة من الجمارك، بطلة الجزائر في الرشوة والنهب ونهب مال العام وسرقة المهاجرين. شوفوا يا جماعة الكراطين تنزل من الطيارة وتطلع في السيارات، لا حسيب ولا رقيب. عملية نهب على المباشر برعاية فخامته والقايد صالح، والشرطة في استعداد لرجل من المفروض ماهوش في الحكومة. النظام ما بقالوش حاجة كبيرة يا جزائريين، ركزوا لنا على القايد صالح إن شاء الله، هو العمود الفقري تاع النظام. نطلب من كل أحرار الجيش والشرطة يحطوا سلاحهم يوم 18 أبريل إن شاء الله، سيكون آخر يوم في حياة هذا النظام. آخر يوم نكملوا معهم إن شاء الله يكون 18 أبريل، من المفروض تكون انتخابات، غادي تكون عمليات احتقال إلى كتب ربي إن شاء الله، ومحاسبة. والسلام عليكم. شكرا لكم لمتابعة الفيديو.